السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا حضراتكم عرفتوا اكيد احنا هنعمل ايه النهاردة. نعمل صينية بسبوسة بالسمنة البلدي. اتمنى من اي حد بيشاهد الفيديو ده يعمل لي لايك على الفيديو، كومنت كده حلو منيكم. عايزة اشوف رأيكم ايه في الصينية اللي هنعملها حالا. معانا صينية طبعا فاضية، معانا 3 ملاعق سمنة بلدي زي ما انتوا شايفين كده. اي اموره عسوله كده بتشاهد وصلت لغايه هنا معايا في الفيديو تصلي على النبي في الكومنت، وعايزه لايك حلو كده ظريف منك يا عسل انت وهي. كده طبعا هنسيح السمنه. انا بعمل الحركه دي بحيث ان هي الصينيه تبقى متغلفه من السمنه، يعني فاهمين انتوا؟ طبعا كلنا بنعرف نعمل بسبوسه، بس انا حابه اوريكم طريقتي ازاي بتطلع. بصوا فظيعه رهيبه. اكيد هتجربوا الطريقه دي وهتعجبكم جدا. عندنا هنا طبعا عسل جلوكوز، هناخد معلقتين من عسل الجلوكوز. هندفيه على النار، بحيث لا مش هنخليه طبعا لدرجة الغليان، لان هو ممكن كده يخليها تجمد البسبوسة معنا. احنا ادوب هنسيحه سيح كده، يعني هنخليه يفك من بعضه. ها، مين معايا شاهد الفيديو لغاية هنا؟ فين اللايك؟ فين اللايك والاشتراك؟ يلا بقى قولوا لي طريقتي في البسبوسه ايه، عجبتكم ولا لا؟ واللي عنده اي تغيير او ان هو عنده اي رأي ممكن اعرف رأيكم في الكومنت. لو اي اضافه حابين اضيفها، او اني يعني كل واحد يقول لي طريقته ايه في الكومنتات، وطريقتي حلوه ولا لا. مستنياكم ومنتظركم في الكومنتات. معايا علبتين زبادي طبعا للبسبوسه، هنستخدم العلبتين هنا. طبعا ده كله هنعمله على مع عسل الجلوكوز. هنخليه على نار هادية، بحيث ان احنا نخلط الزبادي في العسل، بس في نفس الوقت مش عايزين يوصل لدرجة الغليان. يعني هنخلطهم ببعض بس زي ما انتوا دلوقتي هتشوفوا. طبعا هنحط معلقة سكر فوق الزبادي مع العسل. معلقة السكر برضو بتخلي في البسبوسة كده زي الترميلة كده حلوة. هتشوفوا دلوقتي معايا ازاي. يلا صلوا بينا على النبي يا جمرات يا عسلات عليه أفضل الصلاة والسلام. ادي معلقة السكر، معلقة ونص، يعني مش نص، حتة كده زغنطوطة حطيتها عشان المعلقة الأولى مش كانت كاملة. شايفين الخليط ازاي؟ أنا عايزة الخليط بالدرجة دي بس، مش عايزاه يوصل لدرجة الغليان، لأن كده مش هيخلي البسبوسة حلوة، هينشفها. هنا عندي بكوباية الزبادي خدت نصها كده لبن. بصوا هتطلع رهيبة رهيبة، جربوها وادعولي. واللي هيجرب بالطريقة دي يكتب لي في الكومنتات طلعت معاه ايه. ان شاء الله ان شاء الله هتطلع مظبوطة. البسبوسة دي يعني بالنسبة لناس كتير السهل الممتنع، فجربوها بالطريقة دي وهتدعولي. يلا مستنية رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايك والاشتراك، ورأيك انت وهي يا حلوة يا قمر في الكومنت. هنا طبعا بدوب اللبن مع كله كده، بخلطهم في بعض مع الزبادي مع عسل الجلوكوز مع معلقة السكر. طبعا هنا فضيت كيس بستخدم بسبوسة بونو. الكيس ده طبعا بسبوسته فظيعة جدا جدا. بص هنا بوريكم انا خلطت. طبعا حطيت معلقة بيكنج باودر، كيك شيف، وبحط عليها كيس فانيليا. تمام، هي الكاميرا مش جابتها كويس يعني. هنا 3 معالق السمنة. طبعا بعد ما قلبت الفانيليا والكيك شيف مع بعض، بحط 3 ملاعق سمنة. حطيتهم على بعض وقلبتهم في بعض. بصوا انا يعني بسيتها بسان بالسمنة، بحيث ان كل ذرة بسبوسة اتغلفت معايا بالسمنة وبقت زي حبيبات الرمل. طبعا بعد ما غلفتها كلها بالسمنة، حطينا الخليط السائل. وزي ما انتوا شايفين البسبوسة مش بتحب التقليب كتير. هي انتوا شايفينها كده زي اللي هي ماهية شوية سايلة، بس والله والله هتطلع رهيبة وهتشوفوا. جربوا الطريقة دي وهتدعولي، مش هتخسروا حاجة. بس اهم حاجة الكيس نفس النوعية اللي انا استخدمتها الكيس يعني. بصوا بنحاول نسويها ونخبطها كده خبطتين 3 كده على الرخامة او على الارض. يعني الحاجة الصلبة اللي عندك هتخبطي عليها خبطتين 3 عشان تطلع اي هوا منها. انا كده سويت وشها عشان هي ماهية شوية، ما سايلة شوية، فبسرعة اتعملت معي. طبعا هنا هنجهز شربات البسبوسة. كوباية سكر، وخدت نص كوباية سكر بس. بجد بجد
طلعت حلوة. وفي نفس الوقت على حسب كمية السكر دي، انا طلعت مسكرة حلوة يعني زي ما احنا عايزينها. لو انت عايزاها تطلع اقل من كده، مج سكر ومجين مية، هتطلع معاكي برضو كويسة. شوفوا، بصوا ازاي البسبوسة الناجحة بمجرد ما تطلع وتحطي عليها الشربات بتشربه حالا، ما بتخليش. شايفين زي ما انتوا شايفين ازاي كده؟ ما فيش، بتشرب زي حاجة عطشانة كده وانت بترويها. طبعا بعد ما تصبي كمية الشربات كلها عليها، هتشربها كلها وهيبقى فيه باين الشربات. بتغطيها، مفيش 5 دقايق بتجي تكشفي عليها على طول بتلاقي كمية الشربات اللي كانت باينة على الوش، لا خلاص مفيش شربات ظاهر. بس بجد بتطلع حلوة. وطبعا نسيت اقول لكم الشربات حطيت في باكت فانيليا وزر، بص يعني نص معلقة صغيرة سمنة بلدي عشان تبقى يعني تديكي طعم السمنة البلدي انتي بتاكلي البسبوسة. شايفين دي كده بعد ما شربت كمية الشربات كلها؟ شايفين ما فيش ولا ذرة شربات الزهرة على الوش؟ شايفين ازاي طلع؟ طبعا لسه هي سخنة لسه، لما وما تدخليهاش التلاجة على طول، استني عليها لما تهدى ودخليها التلاجة، والألف هنا.